السلام عليكم ايها الشعب العظيم يا شباب. اليوم بتكلم كلمة حق بما اني من اصل الشمالي، وابناء الشمال طالبونا اكثر من مرة نتكلم باسم الشمال، فيعني انا بتكلم اليوم كلمة حق. نحن كابناء الشمال جالسين نضحك على الجنوبيين انهم مستعمرين من قبل بريطانيا 200 سنة. نحن لو نرجع للتاريخ آلاف السنين نحن مستعمرين. من اجى استعمر نحن؟ اخر شيء الامام 800 سنة، تضحك على الجنوبيين انهم 200 سنة. وقبل الامام كان مين؟ الاتراك والفرس والحبوش من قبل ايام الرسول عليه الصلاه والسلام، وجالسين نضحك على الجنوبيين. ماش معنا حاجه مشرفه عشان يعني نفتخر بها قدام العالم. جالسين نقول انه اصل العرب اصل العرب، ايش من كذب حقكم؟ ما العرب هم هاجروا لشبه الجزيره العربيه، فهم اصلا كمان اصل العرب. جالسين نقلل من قيمه الدول الثانيه ونحن ماش معنا تاريخ مشرف. من اجى دعسنا احنا، حكم نحن، من اجى احتلنا احنا. عيب انه جالسين تفتخروا وانكم شايفين نفوسكم انتم مش معكم تاريخ مشرف. جالسين كله تواريخ كلكم مزوره، جالسين تكتبوا على العالم، وبعدين تقولوا انه نحن حررنا الجنوبيين من الاستعمار البريطاني. ايش من كده؟ اجدادنا كذبوا علينا. نحن الامام ما كانش يخلينا نحن نخرج. الامام كان حابس اجدادنا ما كانوش يعرفوا الشرق والغرب والجنوب والشمال. كيف راحوا يحرروا الجنوب؟ كيف عرفوا انه في دوله جنبهم اصلا محتله؟ بلا كذب بلا كذب. الامام كان محتل اجدادنا بعصا، يعني راحوا طردوا البريطانيين بالعصا. تضحكوا على مين؟ ما فيش معنا حاجه ماش معنا تاريخ مشرف عشان نفتخر به امام الجنوبيين امام العالم. يا رجال الدول الخليج الان فاعلين صعبه علينا لان احنا شعب منبطح، جالسين داخل دول الخليج نشتغل، نحن كابناء الشمال نشتغل وعاكلين شاربين داخل دول الخليج وبلادنا محتله، وعادوا كمان الخليجيين يجوا يحرروا بارضنا ويموتوا بارضنا. احنا جالسين نحن زعلانين نحن اصل العرب اصل العرب. يا ابني ازعل نفسك، العرب كلهم جاي يحرروك وانت جالس تفتخر لي باصل مالك دخل فيه. انت بقايا استعمار. انت 40% نحن من ابناء الشمال اصولنا عربيه، اما الباقي فرس على هنود على اتراك على حبوش على كل شيء. فكيف جالس على الجنوبيين 96% عرب، 4% الا بس مشكل، وانت جالس تفتخر لي على ايش؟ ما عندكش تاريخ مشرف. اقسم بالله لو كان عندك تاريخ مشرف كنت بوقف معك بعيده بصبنا بكل فيديو، بس تاريخنا مش مشرف كابناء الشمال. فمجد انكم تقولوا تتفلسفوا وانكم معانا تاريخ وانه معانا حضاره وانه معانا ذا الحاجات كله كذب. اجدادنا ضحكوا علينا، ما فيش معانا حاجه واقعيه. الان الحوثي جالس داعس نحن، بدل ما نروح نحرر نفوسنا نحن لا جايبين العالم كامل يحررنا نحن. وعادوا كمان بعد ما يخرج الحوثي بنروح ندور استعمار جديد، بندور اي حد يقتلنا نحن. اقسم بالله صبحنا خزا على العالم. روحوا حرروا غرف حقكم وحرروا بلادكم وبعدين العالم بيفتخر فيكم. اما دحين كيف تفتخر؟ العالم افتخر فيك وانت جاي يحرر لك العالم كامل. عيب استحي نفسك. الشيخ باكستان شاركت مع التحالف تيجي تحررها وانت جالس عليك تقلل من قيمه الدول الثانيه. سألوا نفوسكم كيف بس شمالي صريح. انا اتكلم اليوم بكلمه حق. وتعرف بقول لك حاجه عشان تعرف ان احنا يعني كابناء الشمال ما عندناش اي اصل نفتخر به ولا تاريخ مشرف عشان نفتخر به. حتى علم الوحده اللي نحن جالسين نفتخر به هذا مش علمنا. تعرف ولا علم الوحده؟ تعرف ايش من علم هذا؟ هذا علم الجبهه القوميه اللي في الجنوب اللي طردت الاستعمار البريطاني. لما طردت الاستعمار البريطاني كان هذا العلم حقهم في 30 نوفمبر. بعدين بعد ب8 ايام 8 ديسمبر 67 في نيويورك بعدين غيروا العلم، اعترفوا بالدولة الجنوبية وغيروا العلم، فعلوا المثلث والنجمة. يعني هذا علم أحمر وأبيض وأسود، علم الجنوبيين. يعني ما نحن كمنا الشمال ما فيش حاجة معانا نفتخر به، متمسكين بعلم مش حقنا حق الجنوبيين. نحن بعد ما طردنا الإمام فعلنا حقنا العلم مع النجمة الخضراء. شوف عشان تعرف إن أنا مش كذاب. وأزيدك من الشعر بيت، تعرف إنه نحن لما طردنا الإمام سميناها الجمهورية اليمنية، الجمهورية العربية اليمنية. تعرف ليش؟ عشان نثبت إن نحن مش فرس، نثبت إن نحن عرب، لأن العالم كامل عارف أصلا نحن فرس واتراك وبقايا استعمار، فعملنا الجمهورية العربية اليمنية. لما حصلنا الجنوبيين اللي هم العرب أصل العرب قمنا بعدين تمسكنا فيهم وبعدنا كلمة العربية راح نبيع بها خضرة. فشوف ما فيش معك أي تاريخ، حتى العلم اللي دحين أنت جالس متمسك به مش حقك. وروح سأل تعلم التاريخ لو عندك تاريخ أصلا. تحياتي لك.